أهلاً بكم. تخيلوا معي هذا السيناريو: تجلسون وتفتحون كتاب أو تبدأون مراجعة محاضرة جداً مهمة، وفجأة تحسون وكأن في قوة خفية تسحب انتباهكم لمكان ثان تماماً. في هذا الشرح رح نستعرض معركة صامتة يخوضها ملايين الطلاب يومياً. إحنا نعيش في عصر ذهبي للمعلومات، لكن في نفس الوقت نعاني من أزمة تركيز غير مسبوقة بسبب مقاطع الفيديو القصيرة والإشعارات اللي ما توقف. اليوم ما رح نكتفي بفهم اللي يصير في أدمغتنا وبس، بل رح نعرف كيف نسترجع مساحتنا الذهنية المفقودة. طيب، خلونا نغوص في هالموضوع. السؤال اللي يطرح نفسه بقوة على كل طاولة دراسة اليوم هو: ليش صار التركيز صعب لدرجة مرعبة؟ ليش قراءة صفحة واحدة من كتاب تبدو وكأنها مهمة شاقة ومملة، بينما نقدر بكل سهولة نضيع ساعات طويلة وإحنا نقلب في فيديوهات مدتها 15 ثانية؟ الموضوع مو مجرد تشتت بسيط عابر، إحنا أمام ظاهرة غيرت طريقة تفاعلنا مع المعلومات وخلت استيعابنا للأشياء المعقدة تحدي يومي حقيقي. وهذا يأخذنا للقسم الأول: فخ التشتت والانحدار الخطير للأجهزة الحديثة. خلونا نمشي خطوة بخطوة في هالدوام اللي متأكد إنها مألوفة لنا جميعاً. يبدأ الموضوع بنية ممتازة، جلوس وتركيز على الدراسة، وفجأة يضيء الهاتف ويظهر إشعار واحد فقط. نقول لأنفسنا: ثانية واحدة بس أشوف مين أرسل، صح؟ وقبل لا نستوعب اللي صائر ننتقل من الإشعار للتطبيق، وتبدأ حلقة التمرير أو السكرولينج، وبدون أي وعي تتبخر ساعة كاملة في بحر من المحتوى القصير. هذه الحلقة السريعة مو صدفة أبداً، هي مسار مصمم بعناية فائقة عشان ينقلنا من التركيز العميق للتشتت التام في ثواني. وهنا لازم نوقف لحظة ونصحح فكرة مغلوطة جداً. الكثير يلومون أنفسهم ويعتقدون إن عندهم مشكلة كسل أو ضعف في الإرادة، لكن وبكل صراحة وبكل تعاطف أقولها: المشكلة مو فيكم كطلاب، المشكلة حرفياً في الجهاز نفسه. لازم نستوعب إننا نتعامل مع خوارزميات انصرف على تطويرها مليارات الدولارات لهدف واحد بس، وهو سرقة انتباهنا لأطول فترة ممكنة. فلما تفوز الشاشة وتسرق تركيزكم، هذا مو فشل شخصي، هذا يعني إن التكنولوجيا جالسة تشتغل بالضبط بالطريقة اللي تصممت عشانها. خلونا ننتقل ونشوف كيف تتطور هالأمور في القسم الثاني: تأثير الدوبامين وبيولوجيا التمرير. عشان نفهم اللي يسوي الجوال فينا بالضبط، لازم نتعرف على الدوبامين. هو مو بس هرمون للسعادة زي ما هو شائع، بل هو الناقل العصبي المسؤول عن الرغبة ونظام المكافأة في الدماغ. الخوارزميات تستغل هالشيء بذكاء يخوف. كل سحبة شاشة تعطينا جرعة سريعة ومفاجئة من الدوبامين كأنها آلة قمار. الدماغ البشري ما تطور عشان يتعامل مع هالكم الهائل من الإشباع الفوري بهذه السرعة الجنونية، والنتيجة دماغنا يصير مبرمج على توقع مكافأة كل كم ثانية، ويصير مدمن على سرعة خوارزمية يستحيل على أي كتاب دراسي إنه يجريها. واللي يثير الاهتمام فعلاً في هذه الشريحة هو كيف أن أدمغتنا تتكيف فعلياً مع هذه البيئة الرقمية. إحنا مو بس ندور على إشباع فوري، الدماغ نفسه يعيد تشكيل استجاباته لتناسب السرعة الخوارزمية. وما هي ضريبة هذا التكيف؟ ببساطة إضعاف مباشر وقوي للانتباه المستدام. لما يعتاد الدماغ على نكتة أو معلومة سريعة كل 10 ثواني، طبيعي جداً إنه يشوف قراءة نص علمي لمدة ربع ساعة شيء ممل وغير محتمل. للأسف، تطبيع التمرير المستمر خلى التشتت هو القاعدة الأساسية، والتركيز صار هو الاستثناء الصعب. شوفوا معايا هالمقارنة البصرية والذهنية. على اليسار عنا الدماغ المشتت، صورة كلنا نعرفها: غرفة مظلمة ما يدويها إلا توهج الشاشة، إشعارات تتدفق بلا رحمة، وعقل مرهق ومستنزف. هذه حالة من العزلة الرقمية اللي تسحب كل طاقتنا. في المقابل على اليمين نرى الدماغ المركز. هذا هو الدماغ اللي استرجع بيئته، غرفة إضاءتها ممتازة، مساحة دراسة مرتبة، والأهم من هذا كله الجوال بكبره مو موجود في مجال الرؤية. هالتباين الواضح يثبت لنا كيف إن بيئتنا المادية والتحكم البسيط في أجهزتنا هم اللي يصنعوا الفارق بين عقل غارق في الفوضى وعقل جاهز للإنجاز. وهذا ينقلنا للقسم الثالث من تحليلنا: معادلة وقت الشاشة والواقع الرياضي للتشتت. وهذا يوضح ببراعة النقطة المحورية في موضوعنا. لو بغينا نلخص كل اللي قلناه في قاعدة علمية واحدة، رح تكون هذه المعادلة البسيطة والعكسية: مدى الانتباه ينخفض كلما زاد وقت الشاشة،
علاقة صارمة جدا. يعني بصراحة مستحيل نقضي ساعات نستهلك فيها محتوى سريع وبعدين نتوقع أن قدرتنا على التركيز العميق رح تضل زي ما هي. كل دقيقة نقضيها فيها الفخ الرقمي هي دقيقة مخصومة مباشرة من رصيد انتباهنا. الرياضيات هنا تشرح لنا الواقع البيولوجي بكل دقة. وأخيراً وصلنا لمرحلة الحلول. في القسم الرابع استعادة السيطرة على الهاتف وتغيير ديناميكية القوة. إذن النقطة الحاسمة والقاعدة الذهبية هنا هي: عشان نستعيد التركيز لازم نسيطر على أجهزتنا قبل لا تسيطر هي علينا. المعرفة باللي يصير ما تكفي لحالها، لازم ناخد خطوة فعلية لكسر هذه الدوامة. يعني لازم نحط حدود صارمة، نبعد الجوال عن مساحة الدراسة تماماً، نقفل كل الإشعارات اللي ما لها داعي، ونحدد وقت معين نستخدم فيه هذه التطبيقات. لازم نقلب موازين القوى ونرجع الجوال لكونه مجرد أداة تخدمنا متى ما بغينا، مو سيد يتحكم في انتباهنا متى ما شاء. وفي الختام، وإحنا ننهي هذا الاستعراض، بترككم مع هذا السؤال المباشر اللي رح يحدد شكل إنتاجيتكم اليوم. في الساعة القادمة من يومكم، هل الجهاز هو اللي بيتحكم فيكم أم أنتم اللي بتتحكمون في الجهاز؟ الخيار متاح ودائما في أيديكم، وقدرتكم على استعادة تركيزكم تبدأ بقرار واحد صارم. فكروا فيها ونشوفكم على خير.